السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هتكلم معاكم النهاردة عن مرض غريب، أو ممكن نسميه عرض مش مرض. إيه هو؟ هو تضخم الطحال. إيه الأول؟ الطحال. الطحال عضو من أعضاء الجسم، وهو بيعد الكبد التاني للجسم. زي ما كده عندنا كليتين يمين وشمال، الكبد برضو مقسوم لجزئين، جزء اسمه الكبد وموجود في الجزء اليمين، والجزء التاني منه هو الطحال. يعني هو الطحال هو الكبد؟ لا، مش بالظبط، بس بيقوم بنفس الدور تقريبا أو وظائف مشابهة. طيب احنا دلوقتي لو حد شال كلية، الكلية التانية بتكبر في الحجم وبتأدي وظيفة الاتنين. يعني الناس اللي بتشيل الطحال ده بيحصل برضو مع الكبد؟ بيحصل برضو مع الكبد، وفي ناس ممكن تعيش من غير الطحال. طيب دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ لا طبعا، مفيش حاجة ربنا خلقها هباء، لازم ليها دور بتقوم بيه وليها وظيفة. زي اللي عايش بكلية واحدة غير اللي عايش بكليتين، صحة ده غير صحة دوت. تمام. طيب احنا دلوقتي ايه هو الطحال؟ الطحال هو جزء زي الكبد كده بالظبط، عضو من اعضاء الجسم، وبيبقى موجود في الجنب الشمال مش في الجنب اليمين. ومشكلة الطحال هو في التضخم. طب هو الطحال اصلا وظيفته ايه؟ ايه الوظائف اللي هو بيقوم بيها مثلا زي الكبد؟ هو الطحال وظيفته مناعية. الطحال بيقوم بعمل الليمفوسايت، الأجسام المضادة من الليمفوسايتس. الأجسام المضادة اللي هي الأنتي بودي اللي كنا اتكلمنا عليها كتير أيام كورونا، اللي هي بتيجي على الفيروس أو السبايك بتاع الفيروس، وبتخليه ما يلتصقش بالجدار، هي تلتصق بيه عشان هو ما يقدرش يلتصق بجدار الخلية ويعمل ريبليكيشن ويزود عدده وما إلى ذلك. ده الدور المناعي. بالإضافة برضه بيخزن كرات الدم البيضاء، ده الطحال. بيكسر كرات الدم اللي هي الهرمة، أو اللي مر عليها فترات طويلة، تبقى حوالي 3 شهور للرياضي و4 شهور للإنسان العادي. بتكسرها عشان نخاع العظم ينتج كرات دم جديدة. ده الأدوار اللي احنا نعرفها عنه. طيب هو دلوقتي لما بيتضخم ده مرض ولا عرض؟ لا، هو في أغلب الأحوال ده بيبقى عرض لمرض تاني. في أمراض بتخلي الطحال يتضخم. طيب الطحال دلوقتي لو تضخم، ايه المشكلة او ايه الحاجة اللي احنا هنحس بيها؟ الطحال لما بيتضخم يضغط شوية على المعدة، فبتلاقي بعض الناس ولما بياكلوا بيشربوا من اقل حاجة بيحسوا بالشبع. ليه؟ خلى المعدة عاملة زي تكميم المعدة شوية او تحويل المسار، ضاغط عليها، فبيحس من اقل اكل ان هو بيشبع بسرعة. دي احد يعني الاعراض بتاعت تضخم الطحال. طب احنا بنكتشف تضخم الطحال ازاي؟ لو عملنا سونار او بنعمل تشيك اب او ما الى ذلك. طيب هو بيتضخم في حالات كتير؟ ليه حالات كتير جدا ممكن يتضخم فيها، خصوصا مع السن الكبير. طب هو بيتضخم ليه؟ ده نتيجة لأمراض بكتيرية أو فيروسية، زي مثلا الناس بعد الشر اللي عندها ال HIV، أو اللي هو المرض ال HIV، أو السل أو الضرر، أو كمان التهاب البطانة الداخلية للقلب، ال HIV اللي هو الإيدز طبعا، والتهاب البطانة الداخلية للقلب. في أمراض تانية برضو زي الملاريا والبلهارسيا والسيروسيس أو تليف الكبد، برضو نفس الحكاية، بسبب انسداد الوريد البابي أو زيادة ضغط الدم جوه الوريد البابي. في برضو بعد شر اللوكيميا أو سرطان الدم أو الليمفوما أو التهاب اللي هي الأوعية الليمفاوية. برضو كل الحاجات ديت ممكن تسبب تضخم الطحال. يعني تضخم الطحال في حد ذاته عرض مش مرض. ممكن الإنسان يشيله لو في مشكلة ويعيش من غيره، ممكن، بس طبعا صحة الإنسان اللي بيبقى عنده كبد وطحال غير اللي عنده كبد بس. دي حاجة يعني متفق عليها وواضحة وضوح الشمس. طيب في ايه تاني؟ في ان هو ممكن الطحال يسبب الانيميا، لان هو دوره بيكسر كرات الدم. فلما بيحصل خلل في الطحال ممكن يكسر كرات الدم السليمة، والجسم ما يقدرش يعوض كرات الدم السليمة ديت في الفترة المناسبة، فدي بتعمل انيميا. والتكسير ده اسمها الثلاسيميا،
مرض الثلاسيميا، أو اللي هو بيسبب الأنيميا للجسم، اللي هو الهيموجلوبين قليل في الجسم. فالحاجات دي بنقدر إن احنا نعوضها طبعا بحبة فيتامينات. في طبعا الالتهاب المفاصل الروماتويدي برضو نفس المشكلة، ممكن يعمل التضخم في الطحال. طيب احنا كده اتكلمنا عن الأعراض والأمراض اللي بتسبب الحاجات دي. العلاج ايه؟ العلاج بيتوقف على المرض ذات نفسه. ملاريا هنعالج ملاريا، بلهارسيا هنعالج بلهارسيا، التهاب كبدي وبائي أو مشكلة في الكبد سيروسيس بسبب انسداد الوريد البابي أو الانسداد الجزئي هنعالج ده. سرطان دم هناخد كيماوي. على فكرة الكيماوي برضو والإشعاع ممكن يسبب تضخم في الطحال. فاحنا هنعالج المرض الأساسي، لأن تضخم الطحال في حد ذاته هنا عرض مش مرض. فاحنا هنعالج الحاجة ذات نفسها، المرض ذات نفسه. طب طريقة العلاج ايه؟ احنا قلنا بحسب المرض. لو هو مثلا مرض بكتيري انتي بايوتيك. فيروسي هنعالج الفيروس ده بالدواء بتاعه او الانتي فيرال بتاعه لو ليه انتي فيرال. في مشكلة في الكبد هنعالجها. في عطشار سرطان دم هناخد طبعا الكيماوي. هي المسألة كده. وطبعا الموضوع، طب هو ملقناش أي مرض خالص، الموضوع يستلزم المتابعة. ليه؟ لأن احنا معرفناش لحد دلوقتي سبب، مفيش سبب. طب كبر السن سبب؟ كبر السن سبب، بس برضه يستلزم المتابعة. طب هنتابع ازاي؟ عن طريق ان احنا بنعمل تشيك اب كل فترة، كل 6 شهور مثلا. بالإضافة بنعمل السونار على منطقة البطن ككل، عشان نشوف في تضخم زيادة، في حاجة من الأعراض بتظهر، في التهاب روماتويدي مثلا بس لسه في بداياته، لازم في حاجة. لكن احنا مش لاقيين أي مرض، يبقى في متابعة وملاحظة إن احنا نشوف ده نتيجة إيه. طيب احنا دلوقتي عاوزين الطحال يرجع لحجمه وهو بيتضخم. طيب في طبعا عملية الاستئصال، وده التدخل الجراحي، وده بيبقى آخر حاجة. طيب النقطة التانية، ممكن بالمنظار بيتم سد جزئي للشرايين الرئيسية في الطحال عشان ما يوصلهاش دم كبير فما يزيدش حجم. هي دي النقطة أو المسألة. طيب ممكن يبقى في عندنا مشكلة مثلا زي الغدة الدرقية في الطحال، وهو بيكبر عشان يزود شغله، زي ما الغدة الدرقية أحيانا بتكبر عشان تزود التي 3 والتي 4. ممكن يحصل، بس الحاجات اللي نقدر نرصدها بالتحاليل وبالسونار شيء، وفي حاجات ما بنقدرش. عشان كده لازم يبقى فيه متابعة عشان أول ما نكتشف السبب نلحق. الكشف المبكر ده مهم جدا زي ما قلنا وقررنا أكتر من مرة. الحاجة لما بتتلحق في البداية بتبقى سهلة في العلاج، لكن تزيد وتستفحل وتبقى مشكلة كبيرة مع كبر سن وضغط وسكر وأمراض مزمنة وما إلى ذلك، لا الموضوع بيبقى صعب. وبرضو لو في أي سؤال أو أي استفسار سيبوه لنا في التعليقات وإحنا إن شاء الله نجاوب عليه. والإضافة، دور الحجامة إيه بقى في النقطة دي؟ لا، هو دور الحجامة، الحجامة يعتبر هو الكبد الثالث. يعني إحنا قلنا في عندنا كبد وفي عندنا طحال وفي عندنا حجامة. الحجامة دي الكبد الثالث للجسم. يعني إيه الكبد الثالث؟ كأني عندي 3 كبد وكأني عندي 3 كلى. ليه؟ لأن الحجامة الدورية هي بتنقي وبتفلتر وبتزود المناعة، وبتشيل كمان حتى اليوريا. لو في مشكلة في الكلى، اليوريا حتى اللي بتبقى موجودة في الدم بتخرج مع الدم. كوليسترول زيادة، دهون ثلاثية، فيروس نشط أو خامل، بكتيريا، أي حاجة مضرة في الجسم بتطلع. عشان كده الحجامة الدورية ده كابت تالت للجسم. طيب هي هتعالج تضخم الطحال؟ هتعالج تضخم الطحال وهتزود المناعة بحيث الفيروس أو البكتيريا اللي موجود في الجسم يتم علاجه. مش هتقلل التضخم بس بتاع الطحال، لكن هتعالج كمان المرض. بس يشترط طبعا هي تكون دورية، عشان لو حاجة من الحاجات الصعبة خصوصا مع السن الكبير والأدوية للأمراض المزمنة، الموضوع ده بيحتاج اهتمام شوية. لكن نتائجها جميلة جدا، هتريح الكبد، هتريح الطحال، المعدة، الأمعاء، تزود الامتصاص، تنشط الدورة الدموية. لو في التهاب في جدار القلب، لو في تجلطات ذات نفسها وانسداد في شرايين القلب بتقلله كتير، لأن هي بتحول في مادة طبيعية موجودة في الجسم خاصة أصلا بفك التجلطات.
ناهيك طبعا هي بتخفض ضغط الدم وتزود سريان كرات الدم في الجسم، بتخلي الجسم يفك التجلطات طبيعيا عن طريق في مادة في الجسم بيتم تحويلها من الوضع الانأكتف لأكتف، لوضع نشط، وديت بتفكك التجلطات اللي موجودة في الجسم. والإضافة إن هي بتعمل تنشيط جامد للطحال، ضغط الدم لما بيقل الطحال بيخرج الدم اللي فيه، فبتعمل ريفرش جامد للطحال، وبتزود طبعا من مهامه ومن قدرته، وبتقلل التضخم بتاعه. عشان لو حد بيسأل ازاي هي هتقلل التضخم في الطحال، الطحال اصلا بيبقى شايل حوالي نص لتر دم، عشان بيحصل بليدنج او نزيف او اي حاجة وتتعرض لحادث او تعمل حجامة يروح مطلع الدم ده، وبيكون بعديه دم تاني فريش. وفي النهاية بشكركم طبعا على المتابعة، ولو في أي سؤال أو استفسار سيبونا في التعليقات وإن شاء الله نجاوب عليه. ودمتم بصحة وعافية، ومننساش الاشتراك في القناة على اليوتيوب وكذلك الصفحة على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله.